طيب الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يصل إلى بكين صباح اليوم. كأس هدية الاستقلال يتجول إلى دفاعات تاريخية في مدينتي شامبيقو وعلي القاش. الجمعية الوطنية للصيادلة تعقد مؤتمرها العام. آلاف السنغاليين يتظاهرون في دكار رفضا لترشح الرئيس لولاية ثالثة. وزير الخارجية الصيني يطالب أوروبا لرفض ذهنية الحرب الباردة. مواطنو الأرجنتين يهنئون تحت أزمة التضخم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل فخامة الرئيس أفورقي الذي غادر إلى جمهورية الصين الشعبية في الساعة 5 من مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام بدعوة من الرئيس شي جين بينغ. وصل إلى بكين في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان في استقبال الرئيس أفورقي والوفد رفيع المستوى المرافق له لدى وصوله مطار بكين الدولي نائب وزير الخارجية سون ويدونغ. ومن المقرر عقد مراسم الاستقبال الرسمية وكذلك الاجتماعات مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كيه تشيانغ يوم غد. وسيناقش الرئيس سياسة أفورقي والرئيس شي جين بينغ تعزيز الشراكة المستدامة بين إريتريا والصين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتنموية، وكذلك في المجالات التجارية والصناعية. كما سيناقشان ويتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات ذات الاهتمام المشترك. ويرافق الرئيس أفورقي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ووزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور قرقيس تخلي ميكائيل ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح. يذكر بأن هذا العام يصادف الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا وجمهورية الصين الشعبية. وستسهم زيارة الرئيس أفورقي بشكل كبير في تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين التي ظلت تتطور على مدى السنوات 30 الماضية. زار كأس هدية الاستقلال الذي تسلمه إقليم القاشبركة يوم 12 من مايو في مراسم جرت في ملقي. زار برفقة حاكم إقليم القاشبركة سعادة السفير محمود علي حروي وكبار قادة الجيش الدفاعات والمواقع التي شهدت البطولات الإعجازية. ومر كأس هدية الاستقلال بمناطق دنب دورا ومايلام وسنس حالي ودنب سمرا وعد تغلا هيمانوت وبشوكال يصل إلى النصب التذكاري للشهداء في شامبيقو ليسلم من مديرية ملقي إلى مديرية شامبيقو. وقال مدير مديرية شامبيقو سيد كحسي أسرات في المناسبة إن عيد الاستقلال يحتفل به هذه السنة بعد انتهاء فترة التصدي بانتصار باهر للدفاع عن النفس والانتقال إلى مرحلة التنمية الأكبر. وأوضح بأن كأس هدية الاستقلال سيوضع فيه تراب من المواقع الذي سقط فيه 8 شهداء عام 1997 بهجوم غادر لعصابة ويان، وله مضمون كبير ينتقل عبر الأجيال. ووصل كأس الاستقلال مارا بالأماكن التاريخية في دفاعات دنب حمبرتي وإلالا وقسمة وصبرا وقرمي وسليم قلاي ووداس وعدي معلل وديدا إلى بادمة التاريخية بمسيرة شارك فيها الجيش والشعب والطلاب وإطلاق القذائف المدفعية. وتوجه كأس هدية الاستقلال فجر يوم 16 من مايو إلى مناطق شلالو التاريخية وضواحيها مارا بدفاعات دنب سنبل وإند صغورتي وعد تخلاي سليم رأسهم وعد هاكين وسلالا وصولا إلى بلدة شلالو، حيث تم تسليمه من مديرية شامبيقو إلى مديرية علي القاش في حفل بهيج. وقال مدير مديرية علي القاش السيد جيدا ستيفانوس إن كأس هدية الاستقلال يعكس تماما شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة، موضحا بأن المديرية كانت في مرحلة النضال خلفية رئيسية للثورة وبعد الاستقلال الدرع الواقي للسيادة، وشهدت الكثير من مناطق المديرية بطولات كبيرة.
وتوجه كأس هدية الاستقلال إلى مديريات قلوج وتسناي وفورتساوا وهيكوتا وغونيم. عقدت الجمعية الصيادلة يوم 13 من مايو في أسمر مؤتمرها العام، وأوضح رئيس الجمعية السيد إياسو بهتا في افتتاح المؤتمر أن الجمعية ظلت خلال السنوات 30 الماضية تنظم أسابيع الدواء لتوعية الشعب باستخدام الدواء. وقال إن انعقاد المؤتمر تأخر بسبب وباء كورونا وإجراءات مكافحته، وقدم تقريرا عن أنشطة الجمعية المختلفة. وبحث المؤتمر أنشطة التوعية الدوائية ودستور الجمعية المحسن، وانتخب هيئة إدارية جديدة مكونة من 13 عضوا لخدمة عامين. وكانت الجمعية قد عقدت يوم 12 من مايو منتداها العلمي 18. أحيت وزارة الزراعة اليوم العالمي لصحة النبات الذي يصادف 12 من مايو تحت شعار صحة النبات لحماية البيئة. وأوضح المدير العام لقسم خدمات القوانين والرقابة في الوزارة السيد تخلاب مسجنا أن صحة النبات والبيئة له ارتباط وثيق. وقال إن الأنشطة البشرية والتغير المناخي يخلق الضغوط على البيئة وصحة النبات والزراعة والنظم الغذائية، ومن المهم التنسيق لمواجهة هذه التحديات. وذكر بأن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لصحة النبات والمعاهدة العالمية لوقاية النبات عامة بهدف التصدي للآفات الزراعية. من جانبه أوضح مدير قسم رقابة الثروة النباتية السيد سعيد نور الدين أن أهداف وأهمية يوم صحة النبات تأتي للتوعية ومكافحة الجوع والفقر وحماية التنوع الأحيائي. وذكر بأن وزارة التعليم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والشركاء لحماية صحة النبات ومكافحة الجراد الصحراوي والآفات الأخرى وتشجيع السماد والمبيدات الطبيعية. تعتبر إريتريا عضوا في معاهدة وقاية النباتات من عام 1995. أحيت مديرية الشعب الذكرى 35 لمجزرة الشعب بحضور المسؤولين في الحكومة والجبهة وسكان بلدة الشعب منشب. وأوضح مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم في المناسبة دور ومساهمة سكان الشعب في النضال التحرري، وقال إن المجزرة التي قام بها جيش النظام المستعمر الإثيوبي الدرج في 12 من مايو لعام 1988 أودت بحياة حوالي 420 من الأطفال والنساء والمسنين، والذين تم دهسهم بالدبابات فضلا عن إحراق عدد كبير من المواشي. وقدم المناضلون الذين كانوا يتواجدون في المنطقة حينها والناجين من تلك المجزرة الجماعية شهاداتهم بخصوص ذلك العمل البربري. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة بأن المجزرة التي نفذت في شعبه هي مواصلة للمجازر التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الإثيوبية، والتي كانت تحمل شعار نريد أرض إريتريا لا شعبها، إلا أن تلك الممارسات كانت بمثابة الدافع لصمود الشعب الإريتري ومواصلة نضاله. وشهدت المناسبة حفلا فنيا أحيته فرقة وادي لابا الفنية. من جهة أخرى تفقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة الحواجز المائية المنهارة جراء سيول الهضبة، وأنشطت المواطنين لحماية التربة وحفظ المياه في مناطق عقمات أبو سعال وقره بلدي وقنصال، وبحثت مع الجهات المعنية سبل تقديم الدعم الآلي. اختتمت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية يوم 12 من مايو الأنشطة والمسابقات التي ظلت تجريها بمناسبة المهرجان العاشر لمؤسسات التعليم العالي المنتظم تحت شعار المعرفة سلاحنا والتنمية غايتنا. واشتمل البرنامج الذي استمر ل3 أشهر مسابقات فنية وأدبية بمختلف اللغات، وكذا مسابقة المعلومات العامة والدراما والموسيقى، ومعرض للصور عن مرحلة النضال والمناشط الرياضية. وأشاد عميد الكلية البروفيسور يمان سيوم في مراسم الاختتام بالمشاركة القوية للطلاب.
من جانبه أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية السيد أبرهالي أسفاو بأن الهدف من المهرجان هو التعرف على قدرات وهوايات الشباب وتشجيعهم وتنمية التراث وترسيخ القيم والوحدة. من ناحية أخرى، اختتم يوم 9 من مايو أسبوع مدارس المنحدرات الشرقية في مديرية عد أيح، والذي استمر ل3 أشهر بمشاركة 18 مدرسة. وقدم مسؤول المدارس في مديرية عد أيح الأستاذ بيان تسفاي ومسؤول الثقافة والريادة الأستاذ مانئيل ملأكة في مناسبة الاختتام التي جرت بمدينة عد أيح توضيحا حول أهداف الأسبوع وأنشطته. ودعا مدير مديرية عد أيح سيد هبتاي تسفازجي إلى مواصلة مثل هذه الأنشطة لدورها في توريث الثقافة والقيم، وقد قدمت في الختام الجوائز على الفائزين. افتتح يوم 11 من مايو باستاد مدينة كرن الأسبوع الثقافي الريادي لمدارس الإقليم عن سبب حضور حاكم الإقليم والمسؤولين. وأوضحت مسؤولة أنشطة الثقافة والريادة والصحة في مكتب التعليم بالإقليم الأستاذة تاغستي محاري في المناسبة بأن وزارة التعليم تعمل إلى جانب التعليم الأكاديمي في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية لبناء الشباب والحفاظ على تراثهم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلاي عند ميكائيل بأن البرنامج له فوائد كثيرة في بناء القدرات البشرية وله مضمون كبير لتنظيمه في فترة احتفالات الاستقلال. هذا ويشارك في الأسبوع المنظم بمدينة كرن حتى 15 من مايو حوالي 1800 طالب قادمين من أكثر من 300 مدرسة ب9 مديرية من مديريات الإقليم. فاصل من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، تظاهر آلاف السنغاليين في العاصمة دكار رفضا لترشح الرئيس ماكي لولاية ثالثة مثيرة للجدل. ودعت إلى المظاهرة حركة القوى الحية للسنغال F24 في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية في 24 من فبراير عام 2024. وتجمع الحركة أكثر من 170 منظمة سياسية وحقوقية، وتهدف إلى الضغط على سال لعدم خوض الانتخابات العام المقبل. ويدور جدل بسبب رفض السال استبعاد الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي خطوة يقول خصومه إنها ستكون غير دستورية. وتحدثت شخصيات المعارضة وأعضاء تنظيمات مؤثرة في المسيرة مطالبين سال بمغادرة السلطة، وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 300 معتقل سياسي. اعتبر وزير الخارجية الصيني شي غاو بأن على الصين وأوروبا أن تبدأ معا ذهنية الحرب الباردة تزامنا مع اجتماع وزاري الاتحاد الأوروبي بهدف إلى تعديل الموقف الأوروبي تجاه بكين. وقال تشين غانغ في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أوسلو اليوم: يصعد البعض الكلام عن الديمقراطية في مواجهة الاستبداد، ويمضون إلى حد التحدث عن حرب باردة جديدة. وأتى كلام وزير الخارجية الصيني في وقت يلتقي نظراؤه في الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم في السويد المجاورة سعيا إلى توحيد الموقف حيال الصين. وتتواجه الصين والدول الغربية حول ملفات عدة منها أوكرانيا وتايوان، لكن الغربيين لم يعتمدوا نهجا موحدا حيال كل هذه المسائل. مشاهدينا، ختاما لهذه النشرة إليكم أبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يصل إلى بكين صباح اليوم. كأس هدية الاستقلال يتجول إلى دفاعات تاريخية في مدينتي شامبيقو وعالي القاش. الجمعية الوطنية للصيادلة تعقد مؤتمرها العام.
آلاف السنغاليين يتظاهرون في دكار رفضا لترشح الرئيس لولاية ثالثة. وزير الخارجية الصيني يطالب أوروبا لرفض ذهنية الحرب الباردة. ومواطنو الأرجنتين يأنون تحت أزمة التضخم. انتهت نشرة 10. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.